مو يعرف اسمائهم. يعني هو الخوف من شنو؟ من البصمه الوراثيه. البصمه الوراثيه يعني لما طلع القانون ما طلع احنا البحث، احنا قاعد نشتغل بالبصمه الوراثيه، ناخذ اذن من النائب العام ونشتغل. الاداره العامه للادله الجنائيه عندهم معمل البصمه الوراثيه. نعم. بس هذا القانون الحين اللي صدر هذا شكل له هيئه خاصه، اعطاها سريه، تبعيتها لوزير الداخليه، ما هي تبعيتها للادله الجنائيه. قانون البصمه الوراثيه يعني انا ادعو اي مواطن يدش يبحث عنه ويقرا القانون، يشوف العقوبات شنو على الموظف. يعني يمكن تقريبا بس 5 موظفين هم اللي يقدرون يطلعون على المعلومات هذه السريه، وبعدين اي افشاء باي معلومه يعاقب عليها القانون. يعني حط له مواد قانون عقوبات صارمه، ما هي عقوبات سهله يعني. نعم. زين، واذا رفض احد انه يسوي البصمه الوراثيه؟ في القانون يقول لك يا حكم سنه او 10,000 او العقوبتين. لا، اذا رفض احد يسوي البصمه الوراثيه بعد يعني صدور القانون المفروض ما يرفض، لانه ما يقدر يرفض. راح يحول على جهات التحقيق وفي عقوبه له. في عقوبه بعد؟ اي نعم. اللي قبل صدور القانون من حق المواطن انه يرفض ولا في سلطه تجبره، بس بعد صدور القانون خلاص مجبور انه ينفذ القانون. طيب، واللي مثلا صارت له ظروف يعني ما راح ما سوى البصمه الوراثيه او معاملات الجواز الالكتروني الجديد، يعني ظروف او كبير في السن، شو تسووا له هذا؟ هو طبعا قلت لك حسب القانون راح يحال لجهات التحقيق، هي مسؤوليتها التحقيق. القضاء عندنا هو اللي يحكم فيه، مو احنا اللي نحكم. بس احنا اللي يتخلف عن الموعد خلاص يعني معناته رفض القانون.